عبد الله يرث وعبد الله يرث، لكن عبد الله لا يرث. كان في راجل حكيم كان عنده 3 أولاد، سماهم ال3 عبد الله لحكمة عنده. مات الراجل وساب وصيته لأبنائه ال3، وكتب في الوصية الجملة الغريبة دي: عبد الله يرث وعبد الله يرث، عبد الله لا يرث. الأولاد ال3 اتعجبوا من الوصية، وإيه اللي يقصدوا والدهم بيها؟ مين فيهم اللي يقصدوا إن هو مش هيورث؟ بعد حيرة وتفكير، أحد الصالحين في المدينة نصحهم يروحوا للقاضي يسألوه، ولكن القاضي كان عايش في قرية تانية بعيدة عنهم. فعلا جهزوا نفسهم وراحوا للقاضي، وهم في طريقهم للقاضي لقوا راجل محتار وبيدور على حاجة ضايعة منه. سألوه: ايه اللي ضايع منك؟ قال لهم: جمل هارب مني بدور عليه ومش لاقيه. عبد الله الأول سأله: هل الجمل ده أعور؟ قال له: أيوة. التاني قال له: هل الجمل ده ديله مقطوع؟ قال له: أيوة. والتالت سأله: هل الجمل ده أعرج؟ قال له: أيوة فعلا. الراجل سألهم: انتوا شفتوا الجمل؟ قالوا له: لأ. اتجنن الراجل، ازاي وكل واحد عارف علامة مميزة في الجمل؟ اكيد انتوا سرقتوه، لازم نروح للقاضي يحكم بينا. قالوا له: احنا مش لصوص، وكده كده احنا رايحين للقاضي، تعالى معانا ونشوف القصة دي. وفعلا راحوا للقاضي ال3 ومعاهم الراجل ده. لما وصلوا للقاضي وحكوا له القصة، الراجل صاحب الجمل حكى كمان قصته. القاضي قال لهم: اكيد انتوا تعبانين من السفر، انتوا هتستريحوا النهارده وبكره نشوف امر شكواكم. وامر صاحب الجمل انه يمشي ويجي تاني يوم. امر ليهم بالطعام وغرفه يرتاحوا فيها، وامر الخادم يراقبهم من غير ما ياخدوا بالهم. الخادمه جابت لهم الطعام. المهم قبل ما ياكلوا، عبد الله الاول قال ان اللي خبزت الطعام ده كانت حامل. عبد الله التاني قال: اللحم ده مش لحم غنم، ده لحم كلاب. والتالت قال ان القاضي ابن زنا، ابن حرام يعني. سمع خادم الكلام ده ووصله للقاضي بالتفصيل، وابتدى القاضي يبحث في كل كلمة اتقالت. القاضي جاب الخادمة اللي خبزت العيش وسألها: هو انت حامل؟ قالت له: ايوه. وبعدها جاب الجزار سأله: ايه اللي ذبحته؟ قال له: غنم. قال له: لا اعترف. الجزار بعد إلحاح قال له: بصراحة أنا ما لقيتش غنم، فذبحت كلب لقيته موجود على الطريق. بعدها راح القاضي لأمه يسألها: هل هو ابن زنا؟ وضغط عليها لحد ما جاوبته إن هو ابن زنا. بعدها رجع القاضي لمنزله وجمع ال3 عبد الله وصاحب الجمل، وسأل عبد الله الأول: عرفت منين إن الجمل أعور؟ قال له: أنا شفت خط سير الجمل، وشفت إنه كان بياكل العشب من ناحية واحدة، فهمت إنه أعور لأنه كان بياكل من الناحية اللي بيشوف منها بس. سأل عبد الله التاني: عرفت إزاي إن الجمل ديله مقطوع؟ قال له: إن من عادة الجمال أثناء إخراج فضلاتهم بيهزوا الديل، فالفضلات بتتناثر يمين وشمال، وأنا لاحظت إن فضلات الجمل في مكان واحد بس، فاستنتجت إن ديله مقطوع. سأل عبد الله التالت: عرفت منين إن الجمل أعرج؟ قال له: من آثار أقدام الجمل في الرمال مش متساوية، في جانب فيه تقل، ففهمت إن الجمل أعرج لأنه كان بيدوس على الجانب اللي كان فيه تقل ده. القاضي حكم إنه ما سرقوش الجمل، وأمر صاحب الجمل إنه ينصرف ويدور على جمله أو مين اللي سرقه في مكان تاني. ورجع سأل ال3 عبد الله. عبد الله الأول: إزاي عرفت إن الخادمة حامل؟ جاوبوا إن الخبز اللي اتقدم لهم كان سميك من ناحية ورفيع من ناحية تانية، وده لأن العجينة ما اتفردتش كويس، وده اللي بيحصل للست الحامل وهي بتخبز. سأل عبد الله التاني: عرفت منين إن اللحم اللي اتقدم لكم مش لحم غنم وإنه لحم كلاب؟ قال له: علشان طبيعة لحم الغنم والإبل والبقر عظم ثم لحم ثم شحم، بس الكلاب عظم ثم شحم ثم لحم، وده اللي اتقدم لنا وفهمت إنه لحم كلاب. سأل عبد الله التالت: عرفت منين إن ابن زنا؟ قال له: علشان انت بعت اللي يتجسس علينا، وما يعملش كده الا ابن حرام. فساعتها حكم القاضي قال له: انت اللي مش هتورث. سأله عبد الله التالت: ليه؟ قال له: علشان ما يعرفش ابن الحرام الا ابن حرام زيه. رجعوا ال3 للقرية بتاعتهم وسألوا امهم. بعد إلحاح اعترفت ان عبد الله التالت فعلا مش ابنهم، ولقوه على باب جامع، وجابوا ابوهم ورباه معاهم، وبكده يكون عبد الله الاول يرث وعبد الله التاني يرث،
لكن عبد الله الثالث لا يرث.